أهلا بيكم والإعدادي. معانا النهاردة الجزء الثاني من تاني درس عندنا السنة دي بعنوان مظاهر سطح قارة أفريقيا. عرفنا مع بعض في الجزء الأول إن كلمة مظاهر السطح يعني شكل الأرض، شكل الأرض اللي إحنا عايشين عليه وبنمشي عليه. وقلنا إن إحنا عندنا جبال وهضاب وصخور، واتكلمنا في الأول عن الهضاب لأنها أكتر حاجة موجودة عندنا. اتكلمنا عن الهضاب أول حاجة عشان هي أكتر حاجة موجودة عندنا. طيب هنيجي نكمل كلامنا بقى النهاردة عن الجبال وعن السهول. هنبدأ كلامنا الأول عن الجبال. طب هو عدد الجبال اللي عندنا في أفريقيا كام؟ إحنا قلنا ليك 6، أنا قلتهم ليك في آخر الفيديو اللي فات. طب هما جبال اسمهم إيه؟ قلنا جبال أطلس وجبال البحر الأحمر وجبل كينيا وجبل كليمنجارو وجبال الكاب ودراجونز بير. أيوة أنا عارف الأسماء دي كلها هي صعبة، بس كل ما نراجع عليهم ونحفظهم إن شاء الله هيبقوا سهلين معانا. طيب عايزين نعرف أماكنهم على الخريطة. عندنا هنا فوق جبال أطلس، وهنا ناحية الشرق جبال البحر الأحمر، وهنا في الوسط جبل كينيا وجبل كليمنجارو، وهنا تحت هنا في الجنوب جبال درagonsburg وجبال الكاب الكاب. طيب احنا عندنا دائرة الاستواء هنا تعدي ما بين جبل كينيا وجبل كليمنجارو. طيب واحنا عندنا جبال درagonsburg موجودة فين؟ هنا تحت قلنا في الجنوب. طيب جبال أطلس جنب البحر الأحمر فوق في النص فوق. دائرة الاستواء هنلاقي جبل كينيا تحت، ودائرة الاستواء هنلاقي جبل كليمنجارو تحت. هنلاقي جبلين تحت اسمهم جبال الكاب وجبال درagonsburg. كده احنا عرفنا أماكن الجبال الموجودة عند قارة أفريقيا. طيب احنا عايزين نقسم الجبال ديت عندنا لكذا 3 أنواع. عندنا في جبال انطوائية، جبال انكسارية، وجبال بركانية. تمام؟ يبقى احنا ال6 جبال اللي عندنا دول هنقسمهم أو نوزعهم في 3 مجموعات: جبال انطوائية وجبال انكسارية وجبال بركانية. طب إيه هي الجبال الانطوائية من ال6 جبال اللي عندي؟ أقول لك هي جبال أطلس وجبال الكاب. جبال أطلس وجبال الكاب بقول عليهم جبال انطوائية. طب الجبال الانكسارية عندنا جبال البحر الأحمر. جبال البحر الأحمر. طيب عندنا جبال البركانية، عندنا جبل كينيا وجبل كليمنجارو وجبال درagonsburg يعني الجبل ده والجبل ده درagonsburg وكليمنجارو وكينيا. تمام؟ دول جبال بركانية. جبال إيه؟ بركانية. طب إيه سبب اسمهم دوت؟ عندنا الجبال البركانية اتسمت بالاسم ده لأنها تكونت نتيجة الثورات البركانية. تكونت نتيجة إيه؟ نتيجة سيارات بركانية. تمام؟ مكان كل جبل من ده حصل بركان كبير جدا. البركان ده عمل ليا جبل، علشان كده بقول على الجبال دي جبال بركانية. يبقى أنا بقول على الجبال البركانية دي كده أقول له لأنها تكونت نتيجة الثورات البركانية. الإجابة دي مهمة لازم نعرف تتحدث عشان موجودة في كتاب المدارس وجديدة وأول مرة ناخدها. أما الجبال الانطوائية الجبال الجسرية خدناهم قبل كده سنة 6 كده، وكمان في سنة 5. طب بس أنا ناسي هما اتكونوا إزاي؟ الجبال الانكسارية ديت اتكونت نتيجة انكسار في القشرة الأرضية. نتيجة انكسار في إيه؟ في القشرة الأرضية، فتكونت الجبال الانكسارية. تمام؟ وعندنا الجبال الالتوائية دي تكونت نتيجة حركات باطنية التوائية. نتيجة حركات باطنية التوائية للأرض.
يبقى أنا عندي جبال استوائية وجبال انكسارية. فتيجي الجبال الانكسارية دي طبعا نتيجة إيه؟ انكسار في القشرة الأرضية، والالتواءات تكونت نتيجة حركات باطنية التوائية للأرض. الاتنين دول واخدينهم قبل كده، اللي عايزك تعرفهم تركز عليهم جبال البركانية، لأنها تكونت نتيجة الثورات البركانية. ثورات الإيه؟ البركانية. تمام. طيب، عاوزك تكلمني عن كل نوع من الجبال ديت، ونبدأ الأول بالجبال الالتوائية. الجبال الالتوائية. الجبال الالتوائية، تمام، هي جبال إيه وجبال إيه؟ قلنا جبال أطلس وجبال الكاد. جبال أطلس وجبال الكاد. تمام؟ خلي بالك إحنا بنتكلم بصيغة الجبال، ما بنقولش جبل أطلس وجبل الكاد. بقول عليهم جبال يعني جبال كتيرة. تمام؟ جبال كتير بصيغة الجمع. أنا بتكلم بصيغة الجمع. جبال الأطلس وجبال الكاد فين بالظبط؟ أقول له لو جيت بصيت على جبال الكاد هلاقيها تحت، يعني إيه؟ يعني في جنوب أفريقيا. في جنوب إيه؟ أفريقيا. في جنوب أفريقيا. تمام؟ جنوب القارة. طب جبال الأطلس فوق أهي. تمام؟ جبال الأطلس هي فين؟ ألاقيها فوق على إيد الشمال، يعني في شمال غرب أفريقيا. موجودة في شمال غرب أفريقيا على الساحل. طب هتلاقيها منين لفين؟ أقول له هتلاقيها من المغرب وتعدي على الجزائر لحد ما توصل لتونس. يبقى موجودة في ثلاث دول. في ثلاث دول. تمام؟ يبقى جبال الأطلس بتعدي على ثلاث دول: المغرب والجزائر وتونس. طيب، جبال الأطلس دي جبال عبارة عن سلاسل جبال لازقة في بعضها كتير، لدرجة كمان إن جبال الأطلس دي مش سلسلة واحدة، لأ، ده أنت هتلاقي جبال كده متوصلة في بعضها، وتسيب حتة فاضية وتلاقي كمان جبال تانية متوصلة في بعضها. فأنت عندك سلسلتين من الجبال قصاد بعض، فيهم حتة فاضية. الحتة الفاضية دي فيها هضبة اسمها هضبة الشطوط في دولة الجزائر. يبقى جبال الأطلس عبارة عن سلسلة واحدة ولا سلسلتين من الجبال؟ سلسلتين من الجبال، جبال لازقة في بعضها فوق وجبال لازقة في بعضها تحت، بينهم هضبة الشطوط. هضبة الشطوط دي موجودة في دولة الجزائر. تمام؟ طب السلسلتين دول اسمهم جبال أطلس، بس أكيد في اسم بيميزه أكتر لك. أيوة، اللي فوق يعني في الشمال بيقولوا عليها جبال أطلس التل. جبال أطلس التل. واللي تحت اسمها جبال أطلس الصحراء. جبال أطلس الصحراء. تمام؟ يبقى أنا كده عندي جبال أطلس عبارة عن سلسلة واحدة ولا سلسلتين؟ أقول له لأ، أقول له دي اتنين. فيهم هضبة اسمها هضبة الشطوط. طب لو إحنا رحنا على جبال أطلس علشان نشوف أعلى جبل في الجبال دي، هنلاقيه جبل إيه؟ أو قمة إيه؟ أقول له إحنا واخدينها في سنة ستة، جبل اسمه طبق. تمام؟ أعلى قمة، أيوه، أعلى قمة في جبال أطلس جبل طبقان. طبق، جبل طبقان في المغرب، في أعلى قمة في جبال أطلس. تمام؟ جبل طبقان. احنا كده اتكلمنا عن الجبال الانتوائية، وعرفنا جبال أطلس وجبال الكاب. عرفنا إن عرفنا إن جبال الكاب موجودة في جنوب القارة. مش هنتكلم عن أي حاجة عنها، هنتكلم عنها بالتفصيل في جبال أطلس. قلنا موجودة فين؟ في شمال غرب القارة على الساحل. تمام؟ وقلنا بتمر في ثلاث دول: المغرب والجزائر وتونس. تمام؟ وأعلى قمة موجودة فيها وأعلى جبل هو جبل طبقان، موجود في دولة المغرب. تمام؟ وقلنا جبال الأطلس دي عبارة عن سلسلتين بينهما هضبة اسمها هضبة الشطوط. هضبة الشطوط دي موجودة فين؟ موجودة في دولة الجزائر. طيب، يلا نخش بقى على الجبال الانكسارية. الجبال الانكسارية قلنا زي جبال إيه؟ قلنا جبال البحر الأحمر. طب هي جبال البحر الأحمر دي موجودة فين؟ هنا موجودة هنا على إيدك اليمين. هتلاقيها موجودة فين؟ على إيدك اليمين. موجودة في شرق القارة. هتلاقيها
ومصر والسودان وإيرتريا، يعني برضه موجودة في 3 دول. الفرق البحر الأحمر كان جزء من التخطيط الأفريقي العظيم اللي هو اختصار فهي جبال البحر الأحمر برضه تعد جزء من التخطيط الأفريقي العظيم. الانكسار ده حصل، ده خلى جزء نزل لتحت فبقى بحر، والجزء اللي طلع لفوق ده بقى جبل. يبقى أنا عندي جبال البحر الأحمر جزء من التخطيط الأفريقي العظيم. موجودة فين؟ أقول موجودة في شرق القارة. كام دولة؟ أقول 3: مصر، السودان، إيرتريا. طب جبال البحر الأحمر دي جبل واحد ولا سلسلة؟ أقول له سلسلة جبال جنب بعضها. لما تقول لي أعلى جبل موجود في جبال البحر الأحمر، أقول له عندي جبل شايب البنات. جبل شايب البنات ده أعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر. موجودة فين؟ أقول له موجودة عندنا في مصر. طب اسمه إيه الجبل ده؟ أقول له جبل شايب البنات. تمام؟ يبقى إحنا كده اتكلمنا عن إيه؟ عن الجبال الانكسارية، واتكلمنا عن جبال البحر الأحمر الموجودة في شرق القارة. تمام؟ والموجودة عندي في 3 دول، وهي جزء من الأخدود الأفريقي العظيم. وأعلى جبل فيها في جبال البحر الأحمر هو جبل شايب البنات. جبل شايب البنات ده في مصر. تمام؟ طيب نيجي بقى نتكلم عن الجبال البركانية. الجبال البركانية قلنا زي جبل كينيا وجبل كليمنجارو وجبل براديسبيرج. طب الجبال دي موجودة فين؟ قلنا تعالى، كينيا وكليمنجارو الاتنين موجودين في النص أهو. جبل كينيا وجبل كليمنجارو الاتنين موجودين فين؟ في نص الخريطة. تمام؟ في نص القارة، يعني في وسط أفريقيا. الجبال براديسبيرج دي بقى موجودة تحت، يعني في جنوب القارة، في جنوب القارة. تمام؟ جبل كينيا وجبل كليمنجارو دول جبلين اتنين بس. أما جبال براديسبيرج دي جبال كتير لازقة في بعضها، موجودة تحت في الجنوب. تمام؟ أما جبل كينيا وجبل كليمنجارو في النص في وسط أفريقيا. طيب قال لك أنا عايزك تعرف إيه؟ قال لك عايزك تعرف أعلى جبل موجود في قارة أفريقيا فين؟ قال لك الجبل ده اللي هو جبل كليمنجارو، هو أعلى قمة جبلية في أفريقيا. تمام؟ يبقى أعلى قمة جبلية في أفريقيا هو جبل كليمنجارو. تمام؟ قال لك عشان كده لو رحت عند جبل كليمنجارو هتلاقي فوقه تلج. تمام؟ هتلاقي فوقه تلج. طب إحنا شايفين جبل كليمنجارو موجود جنب دائرة الاستواء، يعني في المنطقة الاستوائية. موجود فين؟ في منطقة الاستواء الحر. إزاي هلاقي تلج؟ أقول له بالتنسيق لما قلنا قبل كده إن إحنا كل ما نطلع لفوق بنبعد عن الأرض، يعني درجة الحرارة بتقل. تمام؟ فأنت عندك أعلى جبل في أفريقيا كده هتلاقي عليه إيه؟ هتلاقي عليه تلج لأنه عالي جدا جدا. يبقى أعلى قمة جبلية في أفريقيا أقول له جبل كليمنجارو اللي موجود في النص. طيب أبدأ إلى تكون الجليد فوق قمة رغم وقوعه في المنطقة الاستوائية الحارة. علشان كده بيجي لي سؤال ويقول بما تفسر تكون الجليد فوق قمة جبل كليمنجارو. أقول له إيه؟ أقول له لأنه أعلى قمة جبلية في أفريقيا، يبقى عامل الارتفاع بسبب الارتفاع يعني ده خلى عليه تلج. يبقى إحنا كده اتكلمنا عن 3 أنواع عندي من الجبال. تمام؟ قلنا عندنا جبال إيه؟ جبال انتوائية وجبال انكسارية وجبال بركانية. جبال بركانية. تمام؟ طيب. هنيجي بعد كده نتكلم عن إيه؟ عن الأهمية الاقتصادية لجبال قارة أفريقيا. قال لك جبال قارة أفريقيا دي بتدعم الأنشطة الاقتصادية، بتدعم الأنشطة الاقتصادية. قال لك زي إيه؟ قال لك زي السياحة وعندي كمان التعليم والصناعة. طب أنا عايز أعرف السياحة إزاي؟ التعليم والصناعة إزاي؟ أقول لك تعالى نحط سؤالين مثلا. تمام؟ عندنا بالنسبة للسياحة بما تفسر أهمية جبال قارة أفريقيا بالنسبة للسياحة. قالوا لأنها تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب السياح ويمارسون بها أنشطتهم السياحية. تمام؟ لأنها تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة
التي تجذب السياح ويمارسون بها أنشطتهم السياحية. تمام؟ طيب بالنسبة للتعدين والصناعة، التعدين والصناعة السؤال هو فيما تفسر برضه أهمية جبال قارة أفريقيا بالنسبة للتعدين والصناعة. هنقول له لأنها غنية بالمعادن التي تدخل في صناعات كثيرة. زي المعادن دي زي الحديد والذهب والفضة والنحاس والفوسفات. فديت الأهمية الاقتصادية لجبال قارة إيه؟ جبال قارة أفريقيا. طيب كده إحنا خلصنا كلامنا عن الجبال. فاضل عندنا إيه في مظاهر السطح؟ هي السهول. السهول السهول عندنا في قارة أفريقيا هي السهول معناها إيه؟ يعني هي الأرض المستوية، الأرض المستوية أو شبه المستوية اللي إحنا نقدر نمشي عليها أو بنعيش عليها. تمام؟ اسمها سهول. بس إحنا عندنا 3 أنواع من الأرض المستوية دي. تمام؟ اللي بتبقى جنب الأنهار بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها سهول فيضية، واللي هي بتبقى جنب البحار والبحيرات. تمام؟ بنقول عليها سهول ساحلية. أما الأرض المستوية بقى اللي في الصحراء بنقول عليها سهول صحراوية. تمام؟ يبقى عموما كم نوع من السهول؟ قلنا 3 أنواع سهول: سهول فيضية وسهول ساحلية وسهول صحراوية. سهول صحراوية. تمام؟ احنا عندنا هنا في قارة أفريقيا عندنا السهول متنوعة. السهول متنوعة. تمام؟ عندنا سهول في قارة أفريقيا سهول متنوعة. أيوة، قال لك بقى أنا عايزك بس تكلمنا عن السهول الفيضية والسهول الساحلية. تمام؟ السهول الصحراوية ديت مش هنتكلم عنها. تمام؟ هنتكلم عن السهول الفيضية والسهول الساحلية. طيب السهول الفيضية ديت يعني إيه؟ يعني الأراضي الطينية اللي جنب الأنهار. الأراضي الطينية اللي جنب الأنهار. أقول مكوناتها الأنهار. الأنهار هي السبب الرئيسي في تكون السهول الفيضية. النهر كانت المياه بتاعته بتزيد جدا جدا وتغرق الأراضي اللي حواليه، فالطين بيطلع على الأراضي اللي جنب النهر. فقلنا على الخط المستوى اللي جنب النهر دي السهول الفيضية. تمام؟ يبقى السهول الفيضية من مكوناتها إيه؟ مكوناتها الأنهار. طب تعرف تقول ليه الأنهار اللي عندك في قارة أفريقيا؟ أقول له زي عندنا نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو. تمام؟ نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو. تمام؟ طيب نهر النيل احنا عارفين فاكر اهو. طيب نهر النيجر اقول لك هنا اهو. نهر النيجر اهو. تمام؟ الحتة دي. نهر الكونغو اهو. دول أشهر 3 أنهار موجودين عندي. مكوناتها سهول فيضية. والسهول الفيضية مين مكونات السهول الفيضية؟ أقول مكوناتها الأنهار. زي إيه؟ زي نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو. عايزين نحفظ أسماء الأنهار دي. تمام؟ طيب السهول الفيضية نتكلم عنها. عندنا سهول وادي النيل في مصر والسودان. السهول اللي عملها نهر النيل. أما بقى سهول وادي النيل في مصر والسودان دي تربتها خصر. تمام؟ تربتها خصر. طب بما تفسر أسلوب تربة وادي النيل في مصر والسودان؟ أقول له لأنها تكونت من الطمي. من الطمي الذي نقله نهر النيل. تمام؟ من هضبة الحبشة. تمام؟ يبقى السؤال الجملة بما تفسر خصوبة تربة وادي النيل في مصر والسودان؟ أقول لك لأنها تكونت من الطمي الذي نقله نهر النيل من هضبة الحبشة. فاكرين هضبة الحبشة؟ أيوة دي المية بتاعت نهر النيل بتيجي إمتى منها؟ بتيجي في فصل الصيف لأن أمطارها بتسقط في فصل الصيف بيقفل. تمام؟ لما كانت الدنيا بتمطر في الصيف هناك بتمطر أمطار غزيرة جدا. ومية الأمطار وهي نازلة من فوق هضبة الحبشة جاي معاها طين كنهر النيل. جاب الطين بتاع هضبة الحبشة اللي عندنا في مصر والسودان. يبقى لأنها تكونت من الطمي
يعني الطين الذي نقله نهر النيل نقله من هضبة الحبشة. تمام؟ بيجي في فصل الصيف، لأن المية اللي بتيجي لنا من هضبة الحبشة بتيجي في فصل الصيف، وكان بيجي فيضان في فصل الصيف، والفيضان والمية دي معاها طين، الطين ده اتكون على جوانب نهر النيل، فده عندي تربة خصبة. تربة خصبة. تمام؟ طيب قلنا الأنهار اللي عندك أقول له عندي نهر النيل ونهر النيل ونهر الكونغو. تمام؟ طيب وقلنا إن سهول وادي النيل في مصر والسودان تربتها خصبة. تربتها خصبة. تمام؟ طيب ممكن بعد كده أقول لك السهول الساحلية. السهول الساحلية يعني الشواطئ اللي موجودة على البحر والمحيطات اللي عندك في قارة أفريقيا. قلنا خلي بالك الحاجتين الوحيدين اللي هسألك عنهم في السهول الساحلية، الشواطئ دي واسعة ولا ضيقة؟ أقول له واسعة ولا ضيقة. تمام؟ يعني يسألك الشواطئ دي واسعة ولا ضيقة؟ نعم واسعة ولا ضيقة. يعني إيه؟ قال لك أنت ماشي على الشاطئ بتلاقيه واسع ولا بتلاقيه ضيق؟ هو ده أهم حاجة في السهول الساحلية. فعشان كده بيقول لك يختلف اتساع السهول الساحلية في أفريقيا. تمام؟ المنطقة لأخرى، وأنت ماشي على سواحل قارة أفريقيا جنب البحار بقى والمحيطات، ساعات تلاقي الساحل بتاع الشواطئ واسعة وساعات تلاقيها ضيقة. تمام؟ بسبب اضطراب أو ابتعاد المرتفعات من الساحل. يعني لما يبقى في جبال أو هضاب قريبة من الساحل يبقى الشاطئ هيبقى ضيق. طب لو مفيش جبال أو مفيش هضاب هيبقى الشاطئ واسع. يعني السهول الساحلية واسعة. يبقى هنا تفسر يختلف اتساع السهول الساحلية في أفريقيا من منطقة لأخرى. فقلنا بسبب اضطراب أو ابتعاد المرتفعات من الساحل، بحسب المرتفعات الجبال تبقى قريبة من الساحل ولا بعيد من الساحل. طيب إحنا عندنا سهول البحر المتوسط. تمام؟ وفي موجود عندنا برضه سهول عند البحر الأحمر. تمام؟ وفي سهول على المحيط الهندي وفي سهول على المحيط الأطلنطي. طيب يبقى عندي سهول فين وفين وفين؟ أقول سهول البحر المتوسط يعني شواطئ البحر المتوسط، وعندي سهول البحر الأحمر يعني شواطئ البحر الأحمر، وعندي سهول المحيط الهندي. تمام؟ وعندي سهول المحيط الأطلنطي. تمام؟ أهم حاجة لازم نعرفها السهول دي واسعة ولا ضيقة. أقول لك أول حاجة اسأل سهول البحر الأحمر، كلها جبال اسمها جبال البحر الأحمر. تبقى السهول يعني الشواطئ هتبقى واسعة ولا ضيقة؟ أقول له هتبقى ضيقة. يبقى سهول البحر الأحمر واسعة ولا ضيقة؟ أقول له ضيقة. تمام؟ أقول له إيه؟ ضيقة. تمام؟ طيب هنيجي نتكلم عن سهول البحر المتوسط. سهول البحر المتوسط بتقع فين؟ بتقع في شمال أفريقيا. طب بتتميز بإيه؟ بتتميز إنها واسعة وضيقة. طب أنا عايز أعرف بقى واسعة فين وضيقة فين؟ أقول لك واسعة عندنا في مصر، لأن عندنا في مصر مفيش لا جبال ولا مرتفعات موجودة عندي في الشمال، عشان كده سهول واسعة. طب ضيقة فين؟ أقول لك في بلاد المغرب العربي. في بلاد المغرب العربي تلاقيها ضيقة. تلاقيها إيه؟ ضيقة. تمام؟ بلاد المغرب العربي دي أقصد بها إيه؟ أقول لك أقصد بها دولة المغرب ودولة الجزائر ودولة تونس. تمام؟ إحنا قلنا إن هما كان فيهم جبال إيه؟ أطلس. جبال أطلس. تمام؟ جبال أطلس دي قريبة من الساحل. تمام؟ فالسهول بتبقى ضيقة. السهول ضيقة. تمام؟ طيب قال لك يوجد بها نباتات طبيعية ومحاصيل زراعية تعتمد على الأمطار الشتوية. تمام؟ في أمطار شتوية بتنزل على سهول البحر المتوسط فتطلع عندي نباتات طبيعية ومحاصيل زراعية. تمام؟ زي عندنا في مصر. تمام؟ ده سهول البحر المتوسط موجودة فين؟ أقول في شمال أفريقيا. بتتميز بإيه؟ أقول له إنها واسعة وضيقة. واسعة في مصر وضيقة في بلاد المغرب العربي. تمام؟ طيب وقلنا كمان موجود عليها نباتات طبيعية ومحاصيل زراعية. النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية ديت إيه؟
عشان زي كده ازاي أقول له أنت ما تفكرش فيا. تمام؟ طيب بعد كده هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن سهول البحر الأحمر. بتقع فين؟ أقول له بتقع في شرق أفريقيا، بتقع في شرق أفريقيا. تمام؟ سهول البحر الأحمر بتقع في شرق أفريقيا. طب السهول دي بقى موجودة فين؟ موجودة في الثلاث دول اللي أنت لسه قايل عليها، مصر والسودان وإثيوبيا. تتميز بإنها واسعة ولا ضيقة ولا ضيقة؟ طب أول ما أشوف كلمة ضيقة بسأل نفسي السؤال، ليه السهول ديت ضيقة؟ أقول له بسبب اقتراب جبال البحر الأحمر من الساحل. اقتراب جبال البحر الأحمر من الساحل. تمام؟ طيب سهول البحر الأحمر دي غنية بإيه؟ أقول له غنية بالمعادن ومصادر الطاقة. غنية بالمعادن ومصادر الطاقة. لو عايز تدور على حديد أو ذهب أو فوسفات أو حاجات من المعادن ديت أروح فين؟ على سهول البحر الأحمر. تمام؟ على سهول البحر الأحمر. وعايز أدور بقى على مصادر طاقة زي البترول والفحم والغاز الطبيعي فأروح على سهول البحر الأحمر. تمام؟ طيب بعد كده عندنا سهول إيه؟ سهول المحيط الهندي. السهول دي واسعة ولا ضيقة؟ أقول له سهول المحيط الهندي دي واسعة جدا. والضيقة فين؟ ضيقة في دولة كينيا. دولة كينيا لو رحت هناك هتلاقي السهول يعني الشاطئ بتاع المحيط الهندي عبارة عن حتة سهول ضيق. طب ليه؟ قال لك علشان هناك هضبة البحيرات الاستوائية. هضبة البحيرات الاستوائية مقربة أوي من الساحل. تمام؟ فاتفقنا أول ما ألاقي كلمة ضيق أقول على طول سؤال بما تفسر. فهنا هيقول سؤال بيقول بما تفسر كيف السهول الساحلية في دولة كينيا؟ بقول له السهول الساحلية في دولة كينيا عبارة عن حتة شريط ضيق. بقول له بسبب اضطراب إيه؟ هضبة البحيرات الاستوائية من الساحل. علشان هضبة البحيرات الاستوائية قريبة من الساحل. تمام؟ فالشاطئ عندي ضيق. يبقى إحنا كده أخدنا كذا سؤال كذا سؤال. تمام؟ في بيت السهول الساحلية. تمام؟ طب في حاجة تانية عايزين نعرفها عن سهول المحيط الهندي. بقول له لا. طيب آخر سهول عندي إيه؟ بقول له سهول المحيط الأطلنطي. الشواطئ الموجودة على المحيط الأطلنطي دي تقع فين؟ أقول له تقع فين؟ في الغرب. تقع في غرب أفريقيا. تمام؟ هيجي الشمال. تتميز بقى إنها إيه؟ بقول له إنها واسعة. يبقى واسعة وغنية بالحقول الزراعية، مليانة أراضي زراعية. يبقى تاني كده تتميز بإيه؟ بإنها واسعة غنية بالحقول الزراعية. طيب يبقى إحنا كده خلصنا كلامنا عن إيه؟ عن السهول. عن السهول. تمام؟ وعن السهول الخارجية والسهول الساحلية. فعرفنا كل حاجة عنه. عرفنا كل حاجة عنه. قلنا السهول الساحلية عندنا أربعة اللي هي سهول البحر المتوسط وسهول البحر الأحمر وسهول المحيط الهندي وسهول المحيط الأطلنطي. تمام؟ طيب نيجي بقى نتكلم على الجزر في قارة أفريقيا. الجزر في قارة أفريقيا. تمام؟ إحنا عندنا في قارة أفريقيا جزيرة كبيرة اسمها إيه؟ اسمها جزيرة مدغشقر. جزيرة إيه؟ جزيرة مدغشقر. وعندنا جزر صغيرة هنا كده اسمها جزر إيه؟ جزر القمر اللي هي دولة عربية واخداها السنة اللي فاتت. الاتنين دول كانوا أول موجودين في المحيط الهندي. ومين أكبر جزيرة؟ يقول لك جزيرة مدغشقر دي أكبر جزر القارة. تمام؟ يبقى أكبر جزر القارة هي جزيرة مدغشقر. موجودة فين؟ وقلنا موجودة في المحيط الهندي. تمام؟ طب إيه اللي بيفصل جزيرة مدغشقر عن قارة أفريقيا؟ قلنا الحتة دي. قلنا الحتة دي. ماشي؟ اسمها إيه؟ قلنا مضيق موزمبيق. مضيق موزمبيق. تمام؟ بيفصل جزيرة مدغشقر عن الساحل الشرقي لقارة أفريقيا. مضيق اسمه مضيق موزمبيق. تمام؟ طيب إحنا عندنا إيه تاني؟ هقول لك إيه بقى؟
موجودة فوق على الشمال جزيرة مدغشقر، يعني شمال غرب جزيرة مدغشقر، تمام؟ هي جزيرة القمر، جزيرة القمر، تمام. طيب جزيرة مدغشقر دي هنلاقي جزر القمر، الجزر دي موجودة فين؟ دي موجودة في المحيط الهندي. في السؤال هنا بقى أنت كده بتتكلم عن قارة بتطل على بحار ومحيطات واسعة جدا، يعني مليانة موارد مائية. كل الحاجات دي ممكن تستغلها. أقول لك أيوة، الدول الأفريقية دلوقتي بتحرص على استثمار الموارد دي بشكل مستدام. يعني إيه؟ يعني بشكل مستمر. أنت عندك بحر أحمر وبحر متوسط ومحيط أطلنطي ومحيط هندي، عندك مياه كتير جدا. محيطة بالقارة، بتقدر تستغل المياه دي، الموارد المائية دي في إيه؟ في مجالات كتير جدا جدا بشكل مستدام، تمام؟ وده اللي الدول الأفريقية دلوقتي بتحرص عليه علشان تحقق حاجة اسمها الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الأزرق، وتستفيد منها في الاقتصاد الأزرق. يعني استثمار الموارد المائية، إنك تستفيد من الموارد بتاعتك بشكل مستدام، بشكل مستمر، تمام؟ مش فترة وفترة لا، أقول بطريقة مستمرة، تمام؟ لتحقيق التنمية المستدامة، علشان تعمل تنمية مستدامة، تمام؟ عشان تعمل تنمية مستدامة، وبالتالي القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من الغذاء، عشان قارة أفريقيا توفر أكلها من غير ما تلجأ لحد تاني، يبقى إن هي تضاد على الفقر وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بس كمان مع المحافظة على النظام البيئي. كل ده بنقول عليه الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الأزرق، تمام؟ يبقى كده أنا بقول إن إحنا عندنا مياه كتير جدا، يعني موارد مائية كتيرة جدا. الدول الأفريقية بتحاول تستثمر الموارد دي بشكل مستدام. طب ليه؟ هدف عشان تحقق مفهوم الاقتصاد الأزرق. يعني إيه الاقتصاد الأزرق؟ إنك تستفاد من المياه اللي حواليك دي كلها بشكل مستمر، عشان توفر أكل للسكان بوطن أفريقيا وتقضي على الفقر. يبقى استثمار الموارد المائية بشكل مستدام، تمام؟ بشكل مستدام، وتحقيق بقى التنمية المستدامة، تمام؟ والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مع الحفاظ على النظام البيئي، تمام؟ وبكده نكون خلصنا الدرس الثاني عندنا، تمام؟ مع تحياتي مستر مصطفى إبراهيم. استودعكم الله.